اياك تبعت بيانات موبايلك لاي حد وتقول له شوف عليا ضريبه ولا لا. الامر ده في غايه الخطوره. رقم الاي سري جدا، اوعى تديه لاي حد. خليكم معانا مستر تك. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم محمد موسى من قناه مستر تك. اهلا بيكم. في الفتره اللي فاتت كل المصريين انشغلت بالضريبه الجمركيه للهاتف المحمول، لدرجه انها بقت ترند مصر، وكل نزل التطبيق وفحص جهازه برقم الاي عشان يعرف عليه ضريبه ولا لا. معظم الناس اللي مش عارف يشوف اذا كان عليه ضريبه ولا لا، او مش عارف يتعامل مع التطبيق، كان بيبعت رقم الاي لاي حد يشوف له عليه ضريبه ولا ما عليهوش. لدرجه ان الناس كانت بتعمل شير على الفيسبوك برقم الاي بحيث ان حد يفحص لها رقم الاي بتاعها ويشوف عليه ضريبه ولا ما عليهوش. حتى كمان الناس اللي بتعرف تشتغل على التطبيق وشافوا ان هم ما عليهمش ضريبه، كانوا من فرحتهم بيشيروا على الفيسبوك ويقولوا الحمد لله ما عليش ضريبه وفرحان. كمان اللي طلع عليه ضريبه تلاقيه مشير برقم الاي بتاعه والضريبه اللي عليه، وايه حرام. طب ايه المشكله وايه الخطوره في حاجه زي ديت؟ هو ده اللي هنعرفه النهارده. خليكم معانا ومستر تك. في البدايه لو بتتابعنا لاول مره ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناه، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. علشان تعرف مدى خطوره الامر ده لازم تعرف الاول ايه هو الاي مي. رقم الاي مي هو اختصار لجمله International Mobile Equipment Identifier. يعني ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده يعني الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة أو لأجهزة المحمول. يعني ده الهوية بتاعة جهازك. رقم الاي يا جماعة بيكون مكون من 15 رقم، بيكون مختلف عن باقي الأجهزة. يعني كل جهاز له رقم اي مختلف عن التاني تماما، مش على مستوى مصر بس، لا، ده على مستوى العالم. جميع الأجهزة في العالم لا يمكن تتشابه في رقم الاي. يعني رقم الاي الخاص بيك لا يتشابه مع اي جهاز على مستوى العالم. طب وايه الخطوره في كده؟ عندك حق، مفيش خطوره. طب اقول لحضرتك، انت تعرف برقم الاي تقدر تعرف بيانات كل جهازك. هتقدر تخش على موقع اسمه ime.info www.ime.info، وهتكتب هنا رقم الاي بتاع جهازك وتعمل تشيك. بمجرد انك هتعمل تشيك هيجيب لك كل بيانات الجهاز بتاعك، بيانات الجهاز كلها هتبقى قدامك. يعني شوف بقى لما هيجي واحد محترف ويشوف بياناتك ديت ممكن يعمل بها ايه. اي حد محترف في مجال الموبايل وخصوصا الهاكر، شوف هيقدر يعمل بياناتك ديت ايه. ده ممكن كمان يستخدمها استخدام امني. انت متعرفش هيعمل ايه ببياناتك دي. وكمان بيانات الاي هي بيانات الشريحه. يعني لو حد جايب شريحه وعامل بها اي حاجه وحشه لا قدر الله، وقام جاي حاطط رقم الاي بتاع حضرتك مكانه، خلاص انت كده خلاص ضعت. طب هو هيقدر يعمل حاجه زي دي ازاي؟ زي ما كلنا عارفين ان رقم الاي ده اللي بتدخله في تطبيق تليفوني عشان تقدر تعرف اذا كان تليفونك عليه ضريبه ولا لا. طيب بالنسبه بقى للتليفونات المتهربه واللي عليها ضريبه، لو اتغير له رقم الاي هيبقى خلاص معلهوش ضريبه. فالتجار، مش هنقول كل التجار، بعض التجار اللي عنده موبايلات متهربه عاوز يغير رقم الاي ويخلص من الموضوع ده، بحيث لما يتغير رقم الاي يقدر يبيع جهازه بكل سهوله، جهاز معلهوش اي حاجه وزي الفل. اي حد محترف في الموضوع ده يقدر يغير رقم الاي وبكل سهوله. في برامج بتغير الاي، في اكتر من حاجه بتغير الاي، واعمل سيرش كده على الانترنت هتلاقي حاجات كتير بتعمل حاجه زي ديت. بس انصحك بلاش تعمل حاجه زي دي. علشان واحد بقى يغير الاي لازم يجيب اي يكون معلهوش ضريبه علشان يحطه على الجهاز اللي عليه ضريبه، وبالشكل ده خلاص هو ما عادش عليه ضريبه. خد بالك الحاجه دي بتتكشف من الاخر. بس على ما الحاجات دي تتكشف هتكون خلاص انت اتأذيت في الموضوع، وخصوصا لما ياخد رقم الاي بتاعك ويحطه على جهازه اللي هو المفروض عليه ضريبه. كده جهازك بقى متضاف مرتين، مره عندك ومره عنده، يعني انتوا الاثنين هتشدوا في الموضوع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو في حاجه امنيه لا قدر الله، لو حصل اي مشكله بشريحه معينه وبعد كده قام مغير الرقم الاي وقام واخد الرقم الاي. طب هو هيعرف رقم الاي بتاعي منين؟ ما حضرتك مش شيره على الفيسبوك. حضرتك مش شاير رقم الاي على الفيسبوك وتقول الحمد لله معلش ضريبه. واحد تاني انا عايز اشوف اذا كان عليا ضريبه ولا لا. واحد تالت انا ايه ده انا عندي مبلغ كبير زي ده. كله حاطط رقم الاي
وبكل سهوله اقدر اعمل سيرش على النت رقم ايمي معلهوش ضريبه، اقوم جاي لي ارقام كتير حضراتكم اللي حاطينها بايديكم، حضراتكم اللي مسلمين نفسكم. رقم الايمي يا جماعه خطير جدا جدا جدا، ما ينفعش تحط رقم الايمي للعامه كده اي حد يشوفه. لو عايز تستعلم عن جهازك احنا بنشرح، شوف حضرتك الشرح وادخل واستعلم على جهازك بايدك، نزل التطبيق واستعلم على الجهاز وشوف عليه ضريبه ولا لا لو عايز تشوف او لا. زائد كمان انت حضرتك شاري الجهاز من هنا من مصر قبل 1/1، فانت كده ما عليكش ضريبه. طالما اشتريت الجهاز قبل 1/1 وفعلته قبل 1/1 بشريحه، خلاص انت كده ما عليكش ضريبه. حتى لو لقيت ضريبه على الشريحه التانيه انت برضو ما عليكش ضريبه. اللي عليه ضريبه اللي جايب جهاز من بره، بس اللي جايب جهاز من بره بعد 1/1 هو ده اللي عليه ضريبه، غير كده ما عليكش ضريبه. امتى تشوف جهازك كان عليه ضريبه ولا لا؟ لو انت شاريه بعد 1/1، ودي هتروح للتاجر بالتطبيق قبل ما تاخد منه الجهاز، هتعرف على التطبيق اذا كان عليه ضريبه ولا لا. لكن ان انت تعمل شير للايميل بتاعك على الفيسبوك او على موقع التواصل الاجتماعي وتشوف عليك ضريبه ولا لا، لا ده ما ينفعش. حتى لو انت ما عليكش ضريبه ما تفرحش تقول انا ما عليش ضريبه او انا عليا ضريبه كبيره او انا عليا مش عارف ايه وحاطط الايميل بتاعك. لا يا جماعه كل ده ما ينفعش، كل ده في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. الموضوع ممكن يوصل لدرجه امنيه. الامر يا جماعه في غايه الخطوره، الامر يا جماعه ممكن يوصل للامن القومي، ممكن نستغل رقمك ده في اي عمليه جنائيه. وزي ما قلنا يا جماعه الامر في غايه الخطوره. اوعى تدي رقم الايميل الخاص بيك لاي حد، الرقم سري للغايه، رقم الايميل سري جدا، اوعى تديه لحد. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبوها لي في تعليقات اسفل الفيديو وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وما تنسوش الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.